شوربة السبع حبوب أو شوربة زين العابدين أو آش أو شلة إلها أكثر من اسم وأكثر من طريقة، بس قبل ما نبلش سووا سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو وفعلوا الجرس حتى توصلكم كل وصفاتي الجديدة. والطريقة الأصلية لهاي الشوربة باللحم، بس أنا حبيت أسويها بالدجاج وطلعت كلش طيبة. وحطيت على الوجه بصل مقلي، أني أسويه شرائح وأغمسها بالطحين وبعدين أقلي حتى يطلع مقسب وطيب. أول شي نحضر الحبوب، حمص وفاصوليا بيضة ولوبيا بيضة ولوبيا حمراء. وبهاي الوصفة راح استعمل بودرة مرقة الدجاج من مونة، هي صح اسمها السبع حبوب بس أنا راح استعمل 8. أول 4 أنواع من الحبوب اللي هي الفاصوليا بيضة واللوبيا بيضة والحمراء والحمص تحتاج تتنقع، فحطيتهم كلهم بكاسة ودرت فوقهم مي وغطيتهم وراح نقعهم ليلة كاملة. نقعتها ليلة كاملة وباكر الصبح راح أطبخها. وهاي الحبوب ثاني يوم بعد ما تنقعت شلت الغطا عنها وراح أذب المي اللي تنقعت بيه وأصفيها وأغسلها. وراح أشوفكم باقي أنواع البقوليات اللي استعملتها. العدس والماش نقعتهم قبل ما أبلش بالوصفة فد بنص ساعة، واللوبيا الحمراء والباقلة استعملت هاي المعلبات بس غسلتها، والباقلة استعملت المفرزة. وبجدر على النار حطيت شوية زيت وحطيت وياهم كمية بصل مثروم، كل ما تحطون بصل أكثر كل ما تطلع أطيب. وبس شوية يذبل البصل حطيت وياه سلق، أني السلق دائما أغسله وأثرمه وأحطه بكياسة وأفرزه حتى يكون جاهز عندي أستعمله بالشوربات. وراح أضيف لهم البهارات، حطيت خاشوقة كبيرة كمون وكاري وملح ونص خاشوقة كبيرة كركم وهيل مطحون. طبعا البهارات حسب ما تحبون، أنا هاي البهارات اللي أحب أحطها. بعدين جبت البقوليات اللي نقعتها ودرتها فوقاهم وراح أخلطهم كلهم سوا. وحطيت الماش والعدس اللي نقعتهم آخر شي، وبعدين حطيت عليهم كمية مي حار، أنا أحب أحط مي حار حتى بسرعة تستوي وبدل ما نظل ننتظر إلى أن يفور المي، فأني أحطه فاير وجاهز وحطه كمية مي لأن هي تحتاج كمية مي كبيرة، يعني تقريبا 3/4 الجدر هيك مثل ما مبين وياكم بالفيديو. بعدين غطيتها وعفتها تنطبخ، وأثناء الطبخ حاولوا تقلبوها كل 5 أو 10 دقائق حتى ما تلزق بالجدر من جوا. وبعد 45 دقيقة ضفت الباقلة واللوبيا الحمراء لأن هي مطبوخة أصلا، بس ضفتهم ويا الشوربة. وراح أحط شوية برغل وشوية شوفان، هاي الإضافات أنا أحطها من عندي، أكو ناس يحطون تمن أكو ناس ما يحطون، هاي حسب الرغبة، بس جربوا الشوفان والبرغل طعمها كلش طيب وياها. ونص دجاجة أني سالقتها وحطيتها على صفحة، فلستها وحطيتها فوق الشوربة. وحطيت معكرونة ممكن أي شكل أنتو تحبوه، أنا حطيت هذا النوع، ممكن شعرية أو سباكيتي أو أي شي تحبوه. وزدت عليها مي فاير بعد لأن حسيتها صارت كلش ثخينة. وأهم إضافة لهاي الوصفة هي بودرة مرقة الدجاج من مونة، وهاي آخر مكون ضفته للشوربة راح يعزز الطعم والنكهة وتصير بعد أطيب. وهاي الشوربة صارت جاهزة، مدة الطبخ اللي تحتاجها تقريبا 1.5 ساعة، وأطيب شي وياها البصل المقلي، نكثر بصل طبعا. وهاي الشوربة أنا أعتبرها وجبة كاملة لأنها غنية بالبروتينات وأشوفها صحية. كتبولي بالتعليقات أنتو شنو رأيكم؟